اهلا وسهلا بخواتاتي صحاباتي ميماتي كديرين لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كل شيء بخير. نتمنى يا رب يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم اختي نهار جديد وفيديو جديد مع اختك صالحه. نبداو كلامنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اسمحوا لي الحباب ديالي مبقيتش حطيت حتى شي فيديو، والله الا خدتكم غير مع الروينه وصافي. غادي نقول لكم، راكم عارفين ملي كتكوني كتصاوبي شي حاجه في الدار ولا كتكون واحد الروينه، والله الا البنات ما بقاش ليا حتى الوقت اني نهز التليفون، خصوصا الناس ملي بدينا في هاد الماريو. كما كتشوفوا هنا بدينا كنقشروا فيه، حيدنا لي كاع ديك الصباغه اللي كانت فيه. الاول اللي كانت ديك الكحله حيدناها البنات، رجعناها للعود ديالو الاصلي. ولا لو واحد التمره عرفتي البنات، راه قولي شي جايه 3 ايام وحنايا غير كنحيدو غير في هاد بحال ما في هاد القشور، يعني صعب صعيب باش غتحيديهم. كنمشيو معاه بشويه بشويه باش نحيدوها، وباش ما يتشرط لا الماري ولا حتى شي حاجه كنخدمو غير بشي شويه. صراحه عاوني حتى الزوج ديالي مسكين كيجي من الخدمه، والله الا هنا راه كان غير جا من الخدمه، بدا كيعاونني فيما كيجي بحال هكا من الخدمه كنتعاونوا كنبقاو البنات حتى شي وقيته وحنا نديرو. ايوا الحمد لله وصافي. المهم هي انك تكون تلقاي واحد في الاخر واحد النتيجه اللي كتعجبك، هذا هو اهم حاجه. والانسان بشويه بشويه، والانسان كيبدا من الصفر، والحمد لله اللهم لك الحمد. يعني الانسان كيبدا يحس، كيبدا بحال ما كينقي في دويرته. مهم واخا غير التغييرات كيكونوا بساطين، يعني من داك الشيء بسيط، ولكن الحمد لله كتدخل لك الفرحه على قلبك، وهذا هو اهم حاجه صراحه. كيما كتشوفوا هذا اللون البنات، هذا اللون صافي مبقاش عاجبني الكحل، صافي اني نحيدو. حتى هو نهار كنت بغيت نديرو البنات كان عاجبني، ولكن صافي ملي كيدوز عندك واحد المده صافي كتبغي تبدليه. صافي هنايا كتظبط هاد الكوافه اللي كنت نرسم معكم في الفيديو السابق. هنا راه كانوا كرموا، ان شاء الله بقيت نركب ليهم البنات غير داك ديولهم ديال بالذهبي ديال المجوره. ان شاء الله ان شاء الله ملي غنكمل بنات كلشي راه غادي نشارك معكم البيت كيفاش جا، والكوافوزات الماري والناموسيه غنتشارك معكم كلشي ان شاء الله. المهم دابا كنوريكم كنوريكم اي حاجه سلسه كنوريها لكم، يعني كنغبطوا معايا بشويه بشويه. صافي نشوفوا شحال حنا كنا حيدنا داك. المهم كنبقاو لنا غير واحد شويه من الفوق كنا حيدناه، كان باقي لنا غير واحد شويه من الفوق. صافي كنا نقيناه كامل، والله واخا دارنا بزاف ديال الوقت، ولكن الحمد لله هي ان الناس كتكون نتيجه مرضيه في الاخير. صافي هنا بعد ما سالينا البنات كامل غادي تشوفوا صافي. هنا كلشي حيدنا لي كاع ديك الصباغه اللي كانت وحكيناها البنات بالكاغط، داك كاغط الحرش عاود حكيناه. تعاوننا لي انا والزوج ديالي صافي حكيناه. صافي شوفوا هنا الروينه البنات، شوف واحد الروينه عرفتي كتمرونه، ولكن الحمد لله خصوصا مع الوليدات راكم كتبقاي كلاز كهنا. ولكن الحمد لله حتى حاجه ما كتبقى، كلشي كيحيد غير صغير الصبر. اللهم لك الحمد. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو في حقي، الله يحفظكم ليا وراه اللايكات ديالكم. كنقول لكم شكرا لكم، وخصكم صالحه راه كتبغيكم وراكم عزاز وغالين، والله يحفظكم ليا يا ربي، والله ييسر لكل وحده بداكشي اللي كاع اللي كتمنى في خاطرها، وكاع داكشي اللي باغا يا ربي الله يحقق ليها. وكنقول بس غير ما تنساونيش من واحد اللايك وتشاركوا في القناه الا كنتو مازال ما اشتركتوش. صافي اختي بعد بديك التعماره كامله دزنا هنايا. صافي غادي نحط ليهم هنا الغدا. كنبقى نحط هنا الغدا كندير غير شويه ديال الديسي، كان عندي غير التفاح والرمان قطعتهم وزدت عليهم واحد جوج رايبي وخلطتهم نشوف داك الكويسات بحال هكايا. صافي انا كندير الطويجين ديالي الحمد لله، اللهم ادمها نعمه يا ربي واحفظها بلا الزوال. الحمد لله على كل حال. المهم غير الحاجه يعني كل مره ونغير الرزيق ديالو. الحمد لله الانسان يتمنى الخير كما يتمنى الخير لنفسه يتمنى الخير للجميع. صافي هنا كنا راجلي كيدير الكوشه الاول بنات الماريه كما كتشوفوا.
صبغ البنات هو كنت انا شويه راكم عارفين كان عيا مره كنعاونو مره كان لا مره كنخليه غير هو صافي عرفت ديك اليومين ندير ديال الحكان صافي اختي عييت بالصباغه قلت لي اخويا غير صبغي غير نتايا انا صافي عييت والله الا البنات كتعيي الصراحه ولكن الحمد لله حنا كنا فرشنا البيت واش داك الصباغه راه طاحت طيح على دوك كنا فرشنا واحد الخيشه واحد البلاصتيكه ودابا راه عرفتي شنقول لكم دوكا بعدين في الناموسي بدا كنحك فيها حتى هي غادي نحكها حتى هي مزيان صافي وعاد غادي نصبغ ثاني ندير الكوشه الاولى. هنا راه كنا عاودنا ليه هنا راه ندير الكوشه الاولى غادي نعاود ليه الغد الكوشه الثانيه كانت غير الكوشه الاولى كيف ما كتشوفوا بعد ما ساليناها. المهم لقيت واحد النتيجه حتى هي اللي زوينه وصافي الغدا البنات كنا عاودنا ليه الكوشه الثانيه في ديال الصباغه صراحه جا زوين. هنا كنا صافي ديال الكوشه الثانيه البنات آه نتمنى انه يعجبكم. وهنا كنت عاودت الكوشه الثانيه الحمد لله النتيجه اللي عجباتني. ان شاء الله بقى لي الناموسيه حتى هي نكملها وغادي بشويه بشويه وغادي نشارك معكم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. علاش مثلا كنقاد بحال هكا في البيت النعاس ان شاء الله كلشي غنشاركو معاكم كلشي غادي الوقيته ديالو كلشي غادي نقول لكم علاش. انا كنقول لكم شكرا لكم بزاف خليت لكم في راحه الله. يلا بسلام عليكم نتلاقاو في شي فيديو احسن من هذا.